3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد حسن، والنهاردة هنشرح دالة اجريجيت. ودي دالة استخداماتها كتير جدا، فعلا نخش على طول في الشرح. طيب، دالة اجريجيت هي بتعوض عن ايه، او ايه البديل بتاعها؟ هو بديل دالة صم. طيب، احنا هنا في المثال ده عندنا فرع القاهرة وفرع اسكندرية، وعندنا الموظفين دول وعندنا الموظفين دول التلاتة، وهنا 4 موظفين. طيب، لما نيجي نعمل هنا مثلا دالة صم هنا هنستخدم صم، ونعلم هنا على التوتال هنا عشان نجمع ديت ان ايه. طلعت ايرور، وهنا دالة اجريجيت بتدي الحل البديل لصم. دالة اجريجيت احنا هنا الليستة اللي قدامنا هي استخداماتها كتير جدا، فانت النهاردة هتعمل ايه؟ هنصم، بعد كده هندوس كوما، بعد كده دي الاختيارات بتاعتنا او الاوبشن اللي موجود في اجريجيت. اول اختيار اللي انت هتتلاشى اخطاء السب توتال، واجريجيت هتتلاشى اخطاء الهيدن روز، مثلا لو في صفوف مخفية، لو في ايرور. واحنا هنا بنتعامل مع الايرور، بس الايرور لوحده هنعلم عليها 6، بعد كده هنعلم على الاري بتاعنا اهو. انتر، اديتنا فعلا التوتال عكس دالة sum. ده أول حاجة أول استخدام لدالة aggregate. طيب، لو احنا حبينا نعالج مثلا الايرور ده، وهنقول ان احنا ما قابلناش اي ايرور اهو. طيب، هنعمل ايه؟ لو احنا جينا هنا وعلمنا مثلا على الاري ده كله، ودوسنا هنا وقلنا sum، وحبينا نجمع التوتال اللي موجود قدامنا، بس احنا هنا معانا كذا فرع. ايه اللي هيحصل لو استخدمنا صم؟ اديتنا 52,000، وده طبعا رقم غلط جدا. طيب، اجريجيت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا كنا مستخدمين اجمالي المبيعات هنا باجريجيت، واستخدمنا اجمالي المبيعات هنا بسب توتال. هنحل المشكلة دي ازاي؟ زي استخدام في المثال اللي قبليه، ادي صم، بعد كده هنا بقى هنختار ايه؟ احنا عايزين هنا كده بالبلدي، احنا عايزين نتلاشى اخطاء سب توتال واجريجيت، بس هو دي كل التركاية. وهنعلم على التيبل عادي، هنلاقي الرقم اللي طلع فعلا هو 26,000، وهو إجمالي مبيعات فرع القاهرة وإجمالي مبيعات فرع اسكندرية. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. تابعوني.